مين يعمل كده؟ واحد عايز يتشاف، عايز يقول للمجتمع أنا هنا. ولما المجتمع يسخر منه، ده بالنسبة له دليل إنه موجود، لأنه مرفوض. المستفز مش ثوري، المستفز متمرد. الثوري عايز يهدم السلطة، المتمرد عايز السلطة ترد عليه، لأنه محتاجها، لأن من غيرها ما يبقاش في حد يتمرد عليه. الرغبة في رد الفعل مش رغبة في الحرية، دي رغبة في العقاب، علشان يقول شفتوا؟ اتعاقبت، يبقى أنا مهم، وجودي له ثمن. وسارتر بيلخص ده بجملة قاسية، بيقول المتمرد محتاج اللي بيتمرد عليه، لأن كيانه متعلق بيه. وسارتر بيدعم الكلام ده بنص واضح جدا، بيقول فيه الثوري عايز يغير العالم، يتخطاه ناحية المستقبل، ناحية نظام قيم جديد هو اللي بيخلقه. أما المتمرد فحريص إنه يسيب الظلم اللي بيعاني منه سليم، علشان يفضل عنده حاجة يتمرد ضدها. دايما جواه عناصر من سوء النية وإحساس مبهم بالذنب. هو لا يريد أن يدمر ولا أن يتجاوز، هو فقط يريد أن يقف في مواجهة النظام. وكل ما يهاجمه أكتر، كل ما يعترف له بحقوقه في العمق. الحقوق اللي بينكرها علنا بيحتفظ بيها في أعماقه، ولو النظام ده اختفى، سبب وجوده هو نفسه يختفي معاه. نهاية الاقتباس. وهنا ممكن حد يفتكر إن تحليل سارتر لتمرد بودلير مجرد لعب ذهني، مجرد جدل فلسفي مجرد. بس الموضوع أعمق من كده، لأن سارتر نبش فعلا في مراسلات بودلير الخاصة، رسائل مكتوبة بإيده، وطلع منها صورة مختلفة تماما عن الصورة العامة اللي كان بودلير بيقدمها. رسائل بيعترف فيها مثلا إنه كذب في محاكمته علشان يهرب من الإدانة. وانتوا عارفين إن بودلير اتحاكم بعد نشر أزهار الشر بتهمة الإساءة للأخلاق العامة. طيب رد بودلير في المحكمة كان إيه؟ ما قالش أنا شاعر حر وأنا مسؤول عن كلامي ومش خاضع لأعرافكم، لأ. قال إن المتكلم في أزهار الشر مش هو، ده شخص متخيل، شخصية بتجسد الرذيلة والفجور والانحطاط، وإن هدفه من الكتاب كان يخلق النفور من الشر. يعني الشعر ده كله مجرد تمثيل، مجرد مشهدية أخلاقية. وده غريب جدا، لأن يا إما الكلام ده صحيح وساعتها يبقى بودلير محتال أدبي، يا إما الكلام ده مش صحيح وقاله بس علشان يهرب من العقوبة، وساعتها يبقى محتال برضه. في الحالتين بودلير متصنع. نفس الازدواجية بتظهر في موقفه من المسيحية، يوم يقول ملحد، يوم يقول مؤمن، يوم يسخر من الدين ويعتبره خرافة أطفال،